ناس كتيرة جدا ما تعرفش انه من تاريخ 1/9/2025 تم اقرار وتطبيق قانون العمل المصري الجديد، وده بعد ما اقره السيد رئيس الجمهورية وصدق عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية. طيب ايه اهم بنود قانون العمل الجديد؟ قانون العمل الجديد فيه بنود جديدة كتيرة جدا بتحفظ حقوق العامل، وبنود تانية بتضع تعريفات شاملة للوظائف الجديدة او الوظائف المستحدثة اللي ما كانتش قبل كده. واهم البنود دي هنستعرضها مع بعض دلوقتي في شكل موجز. اول حاجة، تم الاعتراف رسميا بالوظائف عن بعد والدوام الجزئي والعمل المرن وتقاسم الاعمال والاعمال عن بعد، زي مثلا شغل الفريلانس واليوتيوبرز او صناع المحتوى. تاني حاجة، تم الغاء استمارة 6 والفصل لا يتم الا من خلال المحكمة المختصة. تالت حاجة، التأمين الاجتماعي والصحي ضروري وإلزامي من أول يوم. رابع حاجة، أجازة الوضع 4 شهور مدفوعين الأجر وتتكرر 3 مرات للموظفة أثناء فترة خدمتها. خامس حاجة، الحد الأدنى للأجور إلزامي ومفيش راتب أقل منه. سادس حاجة، عدد ساعات العمل في اليوم 8 ساعات بس، مع وجود راحة أسبوعية متواصلة لمدة 24 ساعة بعدد ساعات إجمالي 48 ساعة راحة أسبوعية. سابع حاجة، تم وضع تعريف واضح وصريح للتنمر وللتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة. تامن حاجة، فترة التدريب 3 شهور، ويجوز في الفترة دي انهاء التعاقد من خلال اي طرف سواء كان الطرف ده الموظف او الشركة. تاسع حاجة، العقد محدد المدة، لو الشركة انهت التعاقد مع الموظف قبل نهايته يجب على الشركة ان هي تدفع تعويض شهر عن كل سنة لسه متبقية في عقده. عاشر بند، الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف لمدة 5 سنين حتى بعد الاستقالة أو بعد فصل الموظف. البند ال11، العمل أثناء الأجازات والعطلات الرسمية لا يجوز إلا بموافقة الموظف أو العامل، ولو اخترت إن أنت تشتغل في اليوم ده فليك إن أنت تاخد 3 أضعاف يوم العمل الطبيعي. البند ال12، مواعيد عمل السيدات من الساعة 7 صباحا للساعة 7 مساء، ولا يجوز تمديد الوقت ده أو تعديله إلا بموافقتها هي. آخر حاجة، ممنوع الشغل لمدة تجاوز ال5 ساعات بدون ساعة راحة، يعني يوم العمل بتاعك ال8 ساعات الطبيعي لازم يكون فيه على الأقل ساعة راحة في النص، ولا يجوز تمديد ساعات العمل عن ال8 ساعات إلا في حالة الطوارئ، ويتمد ساعتين بس، بدل ما يبقى توقيت العمل 8 ساعات يبقى 10 ساعات. ولا يجوز إجبار العامل أو الموظف إن هو يشتغل إلا برغبته، يعني لو تم تمديد العمل في حالة طوارئ والطلب